وائل جمعة بيقول لك تصريحات حسام حسن تكسف، تعال اسمع كده. فمباراة ملهاش أي طعم ولا ليها أي معنى ولا ليها أي أهمية في أي حاجة. لكن اليوم أهميتها كابتن وائل ممكن تكون هي لعودة التوازن النفسي للجهاز الفني، عودة الثقة في النفس للجهاز الفني، عودة الثقة في النفس بالنسبة للاعبين، أمور أخرى نفسية مهمة، وكأنها مباراة ودية يا سيدي في شكل رسمي مثلا. أليس كذلك؟ أنا مش معاك في ده خالص. أنا بقول لك أنا بتكلم على إحساس اللاعبين يا أحمد. إحساس اللاعبين وهم بيستعدوا للمباراة دي، مش عايزين المباراة دي تتلعب. هدفي وطموحي إن أنا كنت أوصل للمباراة النهائية، أكسب أخسر مش مشكلة، إنما أوصل للمباراة النهائية. فالمباراة دي أنا نازل الملعب ولا ليها أي معنى ولا ليها أي تأثير. وبتيجي بعد يومين بالظبط من المباراة اللي أنا لعبتها، مباراة التأهل للمباراة النهائية. فمباراة أنا بالنسبة لي ولا فارق معايا، إنما أنا فارق معايا أمور تانية كتير جدا حدثت في خلال البطولة. أهمها الموقف المؤسف والشكل المخزي اللي أنا ما تمنهوش لألد أعدائي زي ما بنقول يا أحمد. مواقف حصلت في المباراة اللي بعد المباراة اللي فاتت، مباراة السنغال، بصراحة حاجة تكسف، حاجة تكسف. الشكل اللي احنا ردينا بيه على الخسارة، والله العظيم حاجة تكسف، تصريحات تكسف من مدرب عرة. خسارة وعلى المواقف اللي حصلت، طبعا حاجة مؤسفة جدا. أنا في لوم كبير جدا على الجهاز الفني وعلى المسؤولين على المنتخب، ولوم أكبر وموجود على الجانب المغربي اللي حصل، اللي كان بينظم الامور. الجانب المغربي اللي حصل من الجانب المصري اولا يا احمد، رد الفعل على الخساره. احنا مش مشكله ان احنا نخسر، عادي ان احنا نخسر. كابتن حسام طول البطوله يشاور على النجوم السبعه، احنا عندنا 7 نجوم، الشمس ما بتتغطاش بغربال. صح. احنا والله العظيم ده مرض نفسي اللي عند حسام حسن، ما بيقدمش اداء وعايز يغطيها بالسبع نجوم اللي عندنا. انت عبيط ولا ايه؟ احسن منتخب في افريقيا، اكتر منتخب عنده بطولات في افريقيا، اكبر بلد في افريقيا، اكبر بلد عندها حضاره وثقافه وامور كتير جدا يا احمد، سياسيا ورياضيا واجتماعيا وكل شيء. علمنا ناس كتير قوي في افريقيا وساعدنا ناس كتير قوي في افريقيا، وما زلنا بنعمل كده، وما زلنا احنا الشمس المضيئه في افريقيا. فانا ما ينفعش كل شويه اطلع اقول للناس كده. انا كده بقلل من نفسي، انا كده بقلل من قيمتي كبلد، بقلل من قيمتي. والله العظيم عنده حق، انا كده بقلل من نفسي. انا مش محتاج اثبت حاجه، معروف مين مصر ومعروف ايه مصر في افريقيا. انا مش محتاج اثبت، انت عمال تعمل كده عشان تداري فضيحتك بس مش اكتر. خلي الناس تتشكك في اللي انا بقوله. يعني انت تنتقد طبعا تصرفات حسام حسن. انا هتكلم على السلوكيات اللي حصلت. انا طول البطوله من بدايه البطوله بكسب. من بدايه البطوله الناس بتساندني في المغرب، والمغرب طول عمرها بلد بتحب مصر. صح. بلد بترحب بينا كلنا. تمام. وانا من هنا من مصر بحيي جمهور المغرب، اقسم بالله على الدعم اللي كان موجود في البطوله. شابوه لجمهور المغرب وعلى راسنا والله العظيم. لعبت في المغرب كتير ومن اكتر البلاد اللي لعبت فيها. ده حقيقي. الشعب المغربي محترم، انا استعديت الشعب المغربي. انا استعديته. انا هاجي لك في الاخر على الشعب المغربي مش الشعب المغربي، على الصحفيين اللي كانوا موجودين في المؤتمر الصحفي. ده الجانب اللي انا هاخده عليه. فدي نقطه سودة في المنتخب اللي حصل ده. يعني انت تنتقد تصرفات وانفعالات حسام حسن بعد الخساره امام السنغال. في دور المجموعات انا عارف عشان الوقت ضيق ان دور المجموعات الناس بتساندك وبتساعدك، انما انت هتوصل لمرحله يا احمد انت داخل في المباريات الاقصائيه وانت بطل وبطل البطوله ومتوقع ان انت توصل، طبيعي الناس مش هتفضل تساندك، فلازم تبقى انت كنت مستعد لكده. ومش معنى ان الناس ما وقفتش معاك ولا ساعدتك خلاص ان الناس ضدك، لا عادي، ده وضع تنافسي وده في الكوره عادي، انما طبيعي. سلوكيات الناس ما اتغيرتش. طبيعي. اللي تيجي لغايه مباراه السنغال وتخسر وتطلع تقول الكلام اللي انت قلته ده كله كلام طبعا ما يرضيش اي حد ابدا يا احمد. والكلام ده لو البطوله دي بتنظم في مصر واتقال علينا اتفرج احنا كنا هنقول ايه. صحيح. فكلام طبعا ما يرضيش حد. الجانب المغربي بقى وانت مالكش علاقه بالموضوع، انت كصحفي، انا مش هتكلم على حسام حسن ولا هدافع عن حسام حسن، انما انت كصحفي جاي تهاجم المدير الفني لمنتخب مصر،